هما بيقولوا إن اللحم بيتكون قبل العظام، بس ربنا بيقول فكسونا العظام لحمة. هنعرف دول ليه دلوقتي. إحنا مش محتاجين نقول مين صح ومين غلط، مش محتاجين، بس محتاجين نفهم ليه ربنا بيقول كده. دي اسمها إيه يا جماعة؟ دي طوبة بنعمل بيها إيه؟ طوبة فوق طوبة، مش عارفة دي صح ولا غلط. طوبة فوق طوبة تعمل حيطة، حيطة مع حيطة تعمل أوضة، أوضة مع أوضة تعمل بيت. يبقى الطوبة دي إيه؟ وحدة بناء البيت. والإنسان كده له وحدة بناء، أي كائن حي في الحياة له وحدة بناء. الإنسان هنسميها خلية، ماشي؟ من أول أسبوع في الحمل للأسبوع الثالث بيبقى فيه مجموعة من الخلايا، بتبدأ الخلايا دي تنقسم وتتغير وتختلف في الاسم والشكل وكل حاجة لحد ما نوصل لنهاية الأسبوع الثالث. بيبقى عندنا طبقتين من الخلايا، طبقتين من الخلايا. الطبقة اللي فوق هتاخد شوية منها وتنزل تحت، هوريها لكم. الطبقة اللي فوق دي هيهاجر منها شوية وينزلوا تحت علشان يكونوا طبقة جديدة هنسميها ميزوديرم، ماشي؟ والطبقة اللي فوق بقى اللي هم هاجر منها، الطبقة دي هتبدأ تختلف في الشكل، والطبقة اللي تحت الخضرة برضه هتختلف في الشكل والاسم وكل حاجة. فيبقى اللي فوق هنسميها اسم اللي هي الزرقاء اكتوديرم، اللي في النص هنسميها ميزوديرم زي ما قلنا، والأخيرة هنسميها اندوديرم. مش مطلوب منكم الأسماء، مطلوب منا بس إن احنا نبقى مركزين. كل طبقة من دول المفروض إن هي هتكون جزء من أجزاء الجسم بتاعة الجنين. كل حاجة، كل جهاز في الجنين، جهاز تنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، كل جهاز من دول له جزء من الخلايا دي. جميل جميل. احنا قلنا أول خلايا تميزت معانا اسمها ايه؟ اسمها ميزوديرم. دي عروسة الليلة، الميزوديرم. شايفين؟ بعد ما الميزوديرم اتكونت كطبقة خلايا بدأت تنقسم لأجزاء، بدأت تنقسم. هنا شايفين اللي في النص دي السبعة، وبعدين الدايرة، وبعدين المربع، وبدأ الحاجات دي برضو تنقسم تاني وشكلها يتغير علشان نوصل في النص لإيه؟ شايفين سلايس البيتزا دي؟ أهو ده بقى هنبدأ نتكلم فيه. هنبدأ نجزأها أو نقسمها ل3 طبقات من الخلايا. الطبقة اللي تحت دي أول طبقة اتكونت هنسميها سكليروتوم، الطبقة اللي في النص اسمها المايوتوم، والطبقة اللي فوق دي اسمها الدرماتوم. عايزة تقولي ايه يا ياسمين؟ الأسماء والخزعبلات اللي بتقوليها دي معلش حقكم عليا. عايزة أقول إن أول طبقة اللي تحت خالص دي اللي هي البوز دي اللي هي السبعة، دي اسمها سكليروتوم، دي اللي هتكون العمود الفقري مع الضلوع. الطبقة اللي في النص دي اسمها المايوتوم، دي اللي هتكون العضلات. والأخيرة دي اسمها الدرماتوم، ودي اللي هتكون جزء من الجلد. فكسونا العظام اللي هي تحت دي لحما، الطبقة التانية مايوتوم. اللي عايزة أقوله إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم في القرآن فكسونا العظام لحمة، ربنا ما بيتكلمش على العظام اللي احنا شايفينها بوضعها الحالي. أصلا العظام ما بتبدأش كده، العظام ما بتبدأش بالشكل اللي احنا بنشوفه أو الشكل اللي احنا عارفينه. العظام بتبدأ بمراحل صغيرة وبعدين بتكبر وتتكون وتتغير لحد عمر 25 سنة يا ابن آدم انت عظامك بتكبر، ماشي؟ طيب، فربنا مش قصده ان انت العظام اللي احنا عارفينها دي هي اللي بتتكون الأول في الجنين. ربنا قصده خلايا العظام، الخلايا اللي هتتكون منها العظام بعد كده، الخلايا اللي بتتميز في الأول. أول خلايا بتتميز في الجنين هي خلايا العظام، ولذلك ربنا بيقول إيه؟ فكسونا العظام لحم. يبقى ربنا بيتكلمش على شيء إحنا بنشوفه بعينينا، ربنا بيتكلم على شيء عشان نشوفه دلوقتي بعينينا وأوريهولكوا بالطرق دي، ده إحنا محتاجين أجهزة حديثة جدا جدا جدا. أي حاجة في القرآن بندور عليها
طبيًا وعلميًا ودينيًا ما بناخدهاش من على السطح، مش أي حد يقول لنا حاجة نصدقها، إحنا بندوّر وربنا مدّينا عقل عشان نفكّر، عشان نتعلّم، عشان أي حاجة تتاخد كده أوكي. السلام عليكم ورحمة الله.